مش عارفة مين محتاج يسمع الكلام ده، بس الحر جه والصيفي نزل والدواليب اتكركبت والدبان كتر ومحدش فينا قادر يسمع حاجة. انا عارفة، بس بعيدا عن الدبان اللي حابة ان انا اقوله ان معظم العلاقات بعد الجواز، بغض النظر ان انا بسف على نص مشاكلها بصراحة، عايزة اقول انها بايظة بسبب النصايح اللي انا معرفش يا جماعة مين اللي قالها من الاول خالص. بقى هتساعد يبقى انت اهبل اهبل والله العظيم. يعني ايه بتساعد؟ بيتعودوا هم على الكلام ده. بتضحي وبتيجي على نفسك عشان خاطر تريح اللي قدامك، تعمل شخص اناني. بتعودوا على الامتنان والحب والشكر. البس بقى استغلال استغلال، خلاص هو بالنسبه له ده حقه مكتسب. اساس العلاقه عشان تبقى كويسه ان احنا نعمل الحاجات دي. احنا للاسف يا جماعه بنسعى للاوحش مش للاحسن. كلنا بنتخانق مين اللي المفروض يعمل لي ايه، وهي دورها كذا وانا دوري كذا، وقاعدين بنطلع من دورنا احنا الاثنين. انا ما اعرفش يا جماعه الغسيل اللي احنا بنتخانق عليه طول النهار ده مين اللي هيعمله. انا غالبا احنا هنخلف عيال يعملوهم، عشان الست مش مطلوب منها تبقى خدامه، ولا الراجل المفروض منه بعد الشغل الراجل تعبان يجي يساعد في الغسيل. انا ما اعرفش ايه خناقه الغسيل دي اللي جت هنا دلوقتي. فتذكره بسيطه جدا. حاجات العلميه ان شخص فيه صفات 1 2 3 اتعامل معاه بالطريقه ال 1 2 3. لكن ما فيش في العلم علاقه مبنيه على ما بنساعدش بعض، لان انت المفروض ما تجيش على نفسك وتساعد حد في حاجه مش دورك اصلا. ما تضحيش لان انت المفروض تعمل اللي يريحك. المفروض ما تقعدش تبين للي قدامك انه مهم بالنسبه لك عشان خاطر ما يستغلش ده. بدل ما نبقى عاملين تيمز مين اوحش فينا الستات ولا الرجاله، ما تيجي نعمل تيمز مين احلى فينا. والله العظيم مش عارفه ايه اللي مخليني في مود الحر ده ان انا اقول كلام لذيذ كده. نحب بعض، ما هو مش هيبقى عرق وعدم حب يعني كتير.